السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ازيكم؟ طبعا أنا دلوقتي لو اتعرف عليكم عشان ده أول فيديو ليا على القناة هبدأه معاكم بكفتة الفراخ ورز أصفر مصري. المقادير: معايا كوبايتين من البروتين، معايا كيلو وربع من الفراخ المخلية وكزبرة خضراء، معايا 3 حبات بصل متقطعين ومن 5 ل6 فصوص ثوم. البروتين بضيف عليه مية مغلية علشان يطرى معايا لانه بيبقى ناشف. بعد كده هضيف عليه الفراخ وهضيف المقادير بتاعتي. هحط له بهارات كيس خلطة كفتة فاين فوز وملح وفلفل وكزبرة ناشفة، مش هحط له بهارات اكتر من كده. هجهز كل الخلطة مع بعض بحيث ان هي تكون جاهزة للفرم. وفي حلة على النار هحط معلقة زيت وهحط معلقة زبدة، ويفضل ان يكون للرز معلقة زبدة او معلقة سمنة بلدي بتديله طعم افضل. هنزل عليهم ببصلة متقطعة هشوحهم كويس. وبعد كده مش هديلها لون، انا عايزاها بس ان هي تاخد تتشوح بس ما تاخدش لون. هنزل عليهم بالرز المغسول ومتصفي كويس جدا، ما يكونش فيه اي ميه. هنزل هقلبه كويس حلو مع المادة الدهنية. احط عليه ملح وفلفل وعود قرفة وحبهان ونص معلقة كركم ومعلقة كبيرة من بهارات الرز. هقلبهم كويس مع بعض لحد ما لون الرز كله يبقى اصفر. وبعد كده هنزل عليهم بالشوربة المغلية. هعلي النار عليه لحد ما يغلي، وبعد كده هوطي واغطي عليه لحد ما يكمل سواه. في طاسة على النار هحط معلقة زيت وهحط معلقة زبدة وهشوح فيهم فول سوداني وزبيب. الفول السوداني والزبيب بيبقى طعمه كويس قوي مع الرز ده. بس كده خلاص هشوحهم واسيبهم على جنب. ده شكل الرز بعد ما استوى وكمل سواه، بوريكم بس لونه واللمعه اللي فيه. بعد كده نروح للكفته. ده شكل الكفته بعد ما اتفرمت. بصبعها على السيخ بتاع الشيش طاووق علشان انا هقليها، مش لو انا هعملها في الفرن هصبعها عادي وهحطها في الفرن تكمل سواها براحتها. في طاسه على النار هحط شويه زيت وهعلي على الزيت لحد ما يسخن كويس معايا. وبعد كده ههدي علشان انزل بالكفته. معليش على الكفته قوي علشان ما تاخدش مني لون بسرعه وما تكونش استوت. لا، ههدي عليها النار وهغطي لمجرد دقيقه بس عشان البخار معايا يسويها. وبعد كده هتاخد لون مني وهبدا ان انا خلاص اعلي عليها ان هي تاخد لون. وبعد كده هقدمها عادي. هقدمها مع الرز الاصفر وسلطه الطحينه. وبألف هنا وشفا لكل اللي يجربها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.